السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعملوا شوية كرنبيت كده، الكرنبيطة العسل دي، والكرنبيت مالي السوق دلوقتي. هاخد الكرنبيطة كده أقطعها كده لصغور صغيرة وهاغسلها. معايا حلة على النار فيها مَيّة، وأول ما تغلي هانزل بمعلقة من الكمون، وبعد كده هابدأ بقى آخد الزهور بتاعتي كده أنزّلها في المَيّة السخنة، وهاسيبها حوالي 5 دقايق إن هي تغلي كده، وأول ما أحط الشوكة فيها تدخل فيها بسهولة، أعرف اللي هي استوت. مش هازوّد عن كده يا جماعة، عشان ما تتهريش. بعد كده هاطلّعها بقى كده في مَيّة ساقعة، طبق كده فيه مَيّة ساقعة فيه تلج، هنوقف كده التسوية بتاعة الكرنبيط عشان ما يتهريش زي ما قُلت لكم، وهانزل كده بكمية، كمية وهاسلقها. هاخلّص بقى الكمية وارجع لكم. هنعمل بقى الخلطة بتاعتنا زي ما أنتم هتشوفوا كده. هنحط كده حوالي حبايتين من الطماطم مبشورين، وهانزل عليهم بملح وفلفل أسود رشة من الكمون ورشة من الكركم ورشة من البيكنج باودر. بعد كده هانزل بقى بالخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، هادّيهم يعني خلطة كده مع بعض. وبعد كده هانزل بحبايتين من البيض. أنتِ عايزة تزوّدي بيض أكتر من كده براحتك، هاخلطهم مع بعض، ودول بقى معلقتين من الدقيق بشوية مَيّة هارُبّهم كده كويس مع بعض، وهانزل على الخلطة. يعني الخلطة كده قوامها حلو جدًا. هابدأ بقى أنزل كده بالكرنبيطة بتاعتنا، وهاسيبها حوالي ربع ساعة. بجد تحفة وخطيرة يا جماعة، زي ما أنتم هتشوفوا كده. بعد كده بقى هاحضّر معايا دقيق، وهازوّد كده فوق الدقيق معلقة كبيرة من النشا، والطاسة بتاعتنا على النار. هانزل بقى بالكرنبيطة كده بالخليط بتاعنا ده كده، بُصّوا بالكيسة كده باليمين وشمال، مش هامسكها خالص كده عشان تعمل تعريجة حلوة كده زي أكنها كنتاكي بالضبط. كده هانفّضها كويس جدًا، وهانزل على الزيت وهو سخن زي ما أنتم شايفين كده، وهاطلّعها على شبكة أو على مصفى، اللي هم يعني لو حطيتيها على مناديل هتطرى. أنتِ بقى حطيها على شبكة كده والّا مصفى، تصفّي الزيت خالص بتاعها كده، وبعد كده تبدئي تحطيها في الطبق. بصوا ناشفة ومقرمشة إزاي، بجد تحفة وخطيرة. يا رب الوصفة تعجبكم.